دلوقتي على مستوى دول العالم على فكره مفيش يعني يقول لك ده اذاعه وده ده صحافه، ما عادش بقى اعلامي. نحن مسؤولين ان نخرج اعلاميين حتى لو اللائحه فيها 3 اقسام. انا يهمني اللي بيطلع من عندي يكون اعلامي، هو ده التصديق. واحنا يمكن في التطوير الجديد للائحه الكليه سوف نصل الى هذا البعد، يبقى اللي متخرج دارس علاقات عامه ودارس اذاعه ودارس صحافه. ما انت تشوف النهارده الناس المذيعين اللي بنقعد نسمعهم، خير رمضان لتلميذي وانا في قسم الصحافه. لما كنت في قسم الصحافه هو خريج قسم الصحافه بتاع سوريا. احمد موسى اللي بيعمل بيقعد ناس شويه، هو خريج قسم الصحافه المسؤوليه. كنت هتصور؟ اللي بالو جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجمهوريه قسم الصحافه المسؤوليه. يعني بطلت القصه بتاعت ايه ده اصل ده مذيع. ساعات تلاقي المذيع اللي طالع من قسم اذاعه التلفزيون هيبقى راجل بليد، كل علاقته بالقصه انه يعرف يظبط شعره قدام الكاميرا، لكن بيجي الولد اللي كان خريج قسم الصحافه يبقى اقهر منه، لان الابعاد الثقافيه اللي بياخدها بتاع الصحافه جايز تكون اكتر من اللي بياخدها بتاع الاذاعه اللي شغال في الاخراج والانتاج وما اعرفش ايه والحاجات دي. انت في الاخر خالص دوره تدريبيه تقدر تديك كل الامكانيات دي. زي ما انا شفت النهارده وشفت امبارح، كنت سعيد قد ايه بنت، انا معلش اعذروني مش بقدر احفظ اسماء، لكن وهي بتتكلم بره وانا جيت شفت جوه ادائها وهو بيسالها وعمال المحله وبتعمل هي حاجه افتراضيه، ومع ذلك انا سامعها وهي داخله بتقول لحد ده انا امبارح انا فين النهارده من امبارح؟ ده انا امبارح كانت رجليا بتخبط في بعض، لا النهارده احسن. وشفت النهارده ناس قد ايه هم عندهم ثبات غير طبيعي. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، مش الورقه دي. الورقه دي انت بتاخدها، لكن في الاخر خالص اللي مطلوب هو ان تصبح مراسلا ميدانيا ناجحا حقيقيا بالشكل اللي هو وصله لك الاستاذ احمد دياب. الاستاذ احمد دياب بالتاكيد عنده مجالات اخرى يستطيع التدريب فيها. انا يعني من الان استطيع ان اعلن ان احنا مركز التدريب الاعلامي لجامعه فارس سوف يعقد اتفاقيه مشتركه للتعاون بيننا وبين الاكاديميه اللي بيقودها الاستاذ احمد. في الاخر كله ده عشان خاطر السوق في مصلحتنا. انا ضيعت وقت مش كده. تعالى دكتور سيد، انتوا الاثنين طوال يعني فعندي مشكله. جبنا كرسي هيدا احمد. احمد محمد نادي الاسماء يا محمد. لا حد ينادي الاسماء عارف احمد نقل يلا مندي انا صورت مش عارفه انا صورت بس البطاريه باين هتقفل حاجه زي كده. هنسجلي بقى خلاص افتحي. عايز كمان بس انت عملت دي بس انت عملت فين؟ استنى عشان دي فين؟ ما تقدرش عارف لو ده على مي خميس
في المهاب. استنى بس في خد مهاب. محمد ابراهيم. بداية شهادة التقدير للإعلام المتميز الأستاذ أحمد مصطفى. استنى يا خد محمد. الأستاذة المحررة الصحفية الأستاذة نهى النجار.